المحترف الفرنسي أنطوني موديست خلاص هيسيب الأهلي ويمشي، وده بسبب الأداء المتواضع اللي بيقدمه. والمسؤولين في النادي الأهلي في حيرة دلوقتي علشان مش لاقيين مهاجم بإمكانياته العالية. لكن المفاجأة إن في اسم لاعب من ناشئين الأهلي تم طرحه على مارسيل كولر. مين اللاعب ده وليه بيقولوا عليه مستقبل الأهلي القادم؟ خليكم معانا. جهاز الكرة في صفوف النادي الأهلي استقر على خطوة رحيل المحترف الفرنسي أنطوني موديست خلال الأيام اللي جاية، وده في ظل غياب بصماته مع القلعة الحمراء بشكل واضح. وده اللي خلى الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر يطلب من السويسري مارسيل كولر متابعة حمزة عبد الكريم لاعب فريق الشباب في القلعة الحمراء. حمزة عبد الكريم بيعتبر من مواليد 2008 وبيتوقع ليه مستقبل جيد مع القلعة الحمراء حال اكتساب الخبرات في الفترة المقبلة. حمزة عبد الكريم حصد لقب أفضل لاعب في بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الناشئين اللي أقيمت في الجزائر، وده بعد ما سجل 3 أهداف، وحصد لقب أفضل لاعب في المباراة مرتين. حمزة بيعتبر من عناصر قطاع الناشئين في النادي الأهلي ويتواجد في القلعة الحمراء من 4 سنين، واكتشفوا وليد زكي مدرب القلعة الحمراء وسجل 21 هدف خلال الموسم اللي فات. حمزة عبد الكريم بينال إشادة الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة أحمد الكأس وطاقمه المعاون بقيادة محمد إبراهيم ورامي عادل، في ظل امتلاكه السرعة والمهارة والقدرة على التعامل بشكل جيد مع الألعاب الهوائية. كمان لجنة التخطيط عرضت على كولر المهاجم الإيفواري محمد كونتاي لاعب فريق جورزون الروسي اللي كان رافض يجي الأهلي، لكن رجعت المفاوضات من تاني، خاصة إن اللاعب هيكون حر في نهاية الموسم. كولر مقتنع بيه وشايفه مهاجم كويس جدا، ولو جه الاهلي هيكون في صفقة انتقال حر مريحة للنادي الاهلي. وطلب المسؤولين يخلصوا معاه بعد ما ابدى قناعة كبيرة بامكانياته الفنية والبدنية، واعتبره نموذج ملهم للمهاجم اللي نفسه يتعاقد معاه علشان يستفيد من قدراته الفنية والبدنية. اللاعب التاني اسمه محسن بوريكا، وهو مهاجم فريق المغرب الفاسي وبيلعب في الدوري المغربي، ويعتبر هداف الدوري المغربي حاليا برصيد 12 هدف، ومن مواليد سنة 2000 وعنده 24 سنة، وده واحد من اهداف الاهلي في الفترة الانتقالية الصيفية اللي جاية، ويعتبر من افضل المهاجمين هناك وصغير كمان في السن. اللاعب المغربي لما اتسأل على رغبة الاهلي في التعاقد معاه قال: الاهلي فريق كبير والجميع يتمنى اللعب هناك، لكن انا ملتزم بعقدي مع فريقي اللي مكمل ل 2025، ولو عايزين يتعاقدوا معايا يتفاوضوا مع النادي. ملك ال90 وخليفة عماد متعب. معلومات عن حمزة عبد الكريم مهاجم الاهلي الجديد، بيلعب في الناشئين واحسن لاعب في افريقيا، حارس مرمى النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر يطلب من السويسري مارسيل كولر متابعة حمزة عبد الكريم لاعب فريق الشباب في القلعة الحمراء.